دائما لروح الاسطوره بيلي. اذا استحضارا لروح الاسطوره بيلي سيكون هناك دقيقه صمت كما قلنا ترحبا على الاسطوره بيلي. لما نقول بيلي نقول اسطوره كره القدم العالميه، اللاعب الذي قدم شيء كثير للمنتخب البرازيلي ولكره القدم العالميه. اذا ثواني وتنطلق الانطلاقه ديال هذا مارتينو على المنتخب المكسيك اللي استمر مع ثلاثه ديال المواسم بعد الخروج من دور المجموعات. جاب هذه المحاوله من الجهه اليمنى لفائده المنتخب البرازيلي، رفعت الكره تدخل ممتاز فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي سجل هدفين، فالفيردي هدفين وكريم بنزيما هدف في هذا المباراه. جاب هذه المحاوله بواسطه فينيسيوس جونيور ترجع لاشرف حكيمي. اشرف حكيمي هناك خطا بالفعل كان عز الدين أولاهي. المنتخب الوطني المغربي قائم جولة أولى مثالية، فرصة أخرى لفائدة المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أولاهي يسدد في الوقت اللي المطالبة بأن هناك لمس على الكرة، وبالتالي نتابعوا من جديد. عز الدين أولاهي خدا الكرة سدد، اعتقد انه بالفعل مسات الكرة لعبها بيليتاو. غادي نتابعوها من زاوية أخرى. عز الدين أولاهي سدد الكرة بالفعل وتغيير المسار للمنتخب البرازيلي منذ كما قلت المواجهات اللي كانت أمام منتخب سيليساو. تصويبة المنتخب الوطني المغربي، فرصة مرات جانبا، فرصة الهدف مرات جانبا بواسطة نصير مزراوي هو اللي كان وراء الكرة الأخيرة. تمريرة ممتازة لنصير مزراوي، خدا الكرة بالصدر كما سنتابع. لاحظوا ترجع الكرة من بيليتاو، كاسيميرو، كرة طويلة تجاه لاعب اليكس نيكولاو، كرة بعيدة خارج أرضية الملعب وشرط فائدة سينكونو في محاولة إبعاد الكرة تصطدم مع اليكس، لكن الاصابه الحمد لله ما كانش اصابه بالغه وبالتالي هو حاضر فات. كان هناك تغطيه طرف لاعب اليكس وفينيسيوس جونيور كانت خطيره. هذا تسديده مشات فوق المرمى. فينيسيوس جونيور يسدد مباشره للمرمى. لاحظوا بانه كان شيء ما تقدم ديال ياسين بونو، يسدد بكل قوه، ولو ان اعتقد انه النيه ديال فينيسيوس جونيور كان هي رفع الكره، انه يرفع الكره في يبحث عن القائم الثاني. تواجد رودريغو تضيع هذه المحاوله وكره خارج ارضيه الملعب، ضربه مرمى لفائده المنتخب الوطني المغربي. مدربي اللاعب اللي كنعرفوا امكانياته الكبيره، كذلك ازدواج على مستوى الادوار. خطيره لابد من ابعاد الكره. ياسين بونو نهائيات كاس العالم، ولو ان بلال الخنوس ان يكون حاضر في بدايه هذه المباراه. عز الدين أولاهي حكم كيبلع خطا، تدخل ليس بهذا الشكل، وهذا كيبين النرفزه الان عند اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. نتمنوا انه ما نمشوش معهم، لان التدخل كان واضح، وبالتالي الحكم غادي يكون عنده القرار. استرجع كرة من بلال الخنوس والحكم يعلن الخطأ لفائدة المنتخب البرازيلي. واندري دوسا يواصل العمل وسيواصل ان شاء الله النتائج الايجابيه حتى يدخل الفرحه اللي يقولوا كل المغاربه. لعبت الكره خارج، يمكن تقصهم التنافسيه لانهم لعبوا فقط الكاس الاخيره كوبا امريكا فضلا عن مشاركتهم الاولمبيه، ولكن كنقول الدوري البرازيلي انتهى بدايه نوفمبر الماضي و 51% للمنتخب الوطني المغربي. كرة طويلة أشرف حكيمي، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف. خروج خاطئ والهدف الأول لفائدة المنتخب البرازيلي في الوقت اللي هناك وضعية تسلل. إذا هناك وضعية تسلل في الوقت اللي الحكم كيطلب من اللاعبين البرازيليين أنه ينتظروا في انتظار متابعة اللقطة ومتابعة الصورة. ياسين بونو مرة أخرى خروج ما كانش بشكل جيد، لاحظوا ولو مهم وقوي بالنسبة للعناصر الوطنية. إذا هناك تسلل، إذا هناك وضعية تسلل وهناك خطأ. حمراوي ليس الفرنسي، ياسين بيشطاب لاعب فريق لو هافر الفرنسي، شادي رياض لاعب فريق
وقت بدأ المحاولة كذلك المنتخب البرازيلي جاي يبدا كرة طويلة خنوس، ولكن استرجاع الكرة من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. تبدأ المحاولة فرصة هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحة كبيرة للجماهير المغربية. نصف ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي تلعبت بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذا الفرصة. حكيم زيد قرد البحث عن الضربات الرأسية. لعبت كرة دائرية، فرصة خروج الحارس ويفرتون الذي يتدخل ويبعد، وبالتالي كانت المطالبة بالزاوية. مشات كرة في الجهة اليسرى، فينيسيوس جونيور، فينيسيوس وأشرف حكيمي. حكم كان خطأ، ولو أن ممكن نقول بأنه التغطية كانت بكل طريقة مثالية على ما شفت في انتظار تبعوا الإعادة. حائط الصد سنتابع هذه المحاولة. أعتقد أنه رودريغو سيلفا هو من سيسدد هذه الكرة الثابتة، او لعبت كره داخل منطقه، لانه الحماس منقطع النظير، وكنعرفوا الشغف ديال الجمهور المغربي. هذه فرصه خطيره وتشوف فوق المرمى. حسن الحظ خروج دائما ديال حارس المرمى يكون مهم جدا في التوقيت والمكان المناسبين. تابعوا هذه الاجواء والحد تسديد، وبالتالي كتضيع محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كان تدخل ديال سفيان امرابط. الحكم كيعلن خطا لفائده المنتخب البرازيلي. الحكم اعلن على خطا، ما عرفش علاش لاعبين ديال المنتخب البرازيلي هذه مره اخرى في اكس نيكولاو. إذا في هذا الأثناء حكم المباراة يعلن على نهاية الشوط الأول برسم الجولة الثالثة في المنافسات المجموعة 11. بالتالي استعداد كذلك اللاعبين ديال المنتخب المغربي. محاولة غلق كل المنافذ ممتاز، وكذلك اللاعب رافائيل في الوقت اللي تابعوا المحاوله خطيره لفائده المنتخب البرازيلي داخل منطقه الجزاء. رفعت كره في القائم الثاني، تدخل بانه ما خاصش تكون مجازفه والمخاطره امام لاعبين كبار، لكن هذا او تدخل ممتاز ياسين بونو. ردة فعل ياسين بونو بعد تسديده قويه لرودريغو في الوقت اللي قلت بان المنتخب البرازيلي اللي عنده لاعبين عندهم امكانيات كتجير العناصر الوطنيه. رفعت كره داخل منطقه الجزاء، تدخل الدفاع تعود من جديد لفائده اول بكاس العالم 98. كان الفوز للمنتخب البرازيلي بتسجيل اهداف للا شيء. تواجد المحاوله وسط لاعب فينيسيوس جونيور داخل منطقه الجزاء، ويتمكن من كتابه اسمه بميدان من الفخر والاعتزاز والفوز بلقب قاري. الكره فائده المنتخب الوطني المغربي. ما كاينش هناك تغييرات، كل منتخب احتفظ بنفس التركيبه ونفس المجموعه في الوقت قليل. كانت مطالبه بخطا بلمسه يد في الوقت اللي استرجع الكره خطيره، وهدف هدف تعادل لفائده المنتخب البرازيلي. هدف بواسطه العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره، ولكن الكره كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البرازيلي. فرحه ديال الجماهير كذلك البرازيليه الحاضره، وفرحه كبيره للاعبي المنتخب البرازيلي. العوده في نتيجه هذه المباراه سنتابع مره اخرى. كان خطا على مستوى التمرير. استرجاع الكره من طرف لوكاس، تسديده طرف اللاعب والعبيد. تقريبا 6 ديال اللاعبين البرازيليين داخل منطقه الجزاء. لعبت كره راسيه خطيره لابد من ابعاد الكره. البرازيلي ما ننساش كذلك لويس فيليب سكولاري. تابعوا المحاوله بالجهه اليمنى لفائده المنتخب الوطني المغربي. بلال خنوس دخل داخل منطقه الجزاء. كان تابعنا فيه اللاعبين ديال المنتخب المغربي في الوقت اللي تابعنا اشرف حكيمي انطلاقه من الجهه اليمنى. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي مره اخرى. اشرف حكيمي حاول يمرر اليمنى بالفعل عند اللاعب ايمرسون داخل منطقه الجزاء. محاوله خطيره، تدخل الدفاع دائما فرصه، تدخل وابعاد الكره. يتدخل ويبعد الكره للزاويه. جونيور لعبات الكره دائريه، لابد من ابعاد الكره بالراس. بالفعل كان طريق الكره كتضرب في دفاع المنتخب البرازيلي. فرصه عز الدين أناحي دا سيلفا. شاف كره في الجهه اليسرى،
ترجع كره من طرف لاعبي ديال المنتخب الوطني المغربي. كانت الرأسية والمحاولة. فرصة هدف ثاني لفريق المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطة اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري. ورقة رابحة. من حقك تفرح، من حقنا الجميع نفرحوا، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة بحضور كل الأجيال تحضر لمتابعة هذه الملحمة أمام منتخب برازيلي ومنتخب برازيل إفريقيا والعرب. تابعوا المحاولة ممتازة، تمريرة والعرضية داخل منطقة الجزاء. طلعت الكرة للاعب عبد الحميد الصابري بعد تمرير اللاعبين بنفس الزخم والتأثير ويمكن نقول الجودة الاحترافية والقيمة الكروية. رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء. فرصة أخرى خطيرة في المنتخب البرازيلي. الحجام وهذا التناغم مع كل مكونات المنتخب المغربي. سفيان أمرابط استرجع الكرة بشكل ممتاز. سفيان انطلاق على المستوى الوسط. سفيان أمرابط لاحظوا 3 لاعبين هناك خطأ. يا لها من قمة عالمية في كأس العالم. أسود الأطلس يا سادة تترعرع في الجولة الأولى من كأس العالم. وطبعا كالعادة الملخص اللي انتوا شفتوه ده من الذاكرة تشويقا للمباراة الحصرية لأسود الأطلس. طبعا دايما كالعادة نتألق معكم على قناة الهواري من مباريات حصرية ومن مباريات من الذاكرة ومن ملخصات من الذاكرة تشويقا لما يحدث في كأس العالم ومونديال 2026. أسود الأطلس الذين وصلوا إلى المربع الذهبي في مونديال 2022 قطر وفعلوا ما لا يفعله الآخرون. أسود الأطلس يا سادة من أقوى المنتخبات اللي تستمتع بها كده وتتمتع بقوتها وحرفيتها، وإحنا دايما في ظهر أسود الأطلس المنتخب المغربي، وكالعادة هو يترعرع في كل مبارياته. منتخب المغرب يا سادة من أقوى المنتخبات العربية والأفريقية والكل يشهد بذلك، وأنا أول الشاهدين على منتخب المغرب وحرفيته وأدائه. منتخب من المنتخبات اللي يترفع ليها الراس، منتخب من المنتخبات القوية جدا ولا تستسلم، منتخب من المنتخبات اللي عندها قوة ثم عزيمة ثم إصرار ثم حرفية ثم أداء لا يحدث إلا في المباريات القوية مع منتخب أسود الأطلس. طبعا الملخص ده بكرر لحضراتكم من تاني انه من الذاكرة، وده اللي احنا اتعودنا عليه في قناة وجيش الهواري، وكمان بدأنا ننزل ملخصات حصرية بعد المباريات الحصرية مباشرة. بنحب نشارك معاكم كل لحظاتنا وكل مباراتنا اللي من الذاكرة والحصرية. وشكرا لكم ودعمكم لقناة وجيش الهواري، ودايما معاكم في الخير حبايب قلب الهواري. وريت كمان تشاركونا آراءكم، هل سيكون أداء منتخب المغرب في المباراة الحصرية كما رأيناه في المباراة اللي من الذاكرة؟ واشوفكم على خير في فيديو جديد.